بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا غايه لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم جيت نحضر معاكم واحد الفطيره بالديول، تجي بنينه بنينه ما شاء الله. ديروها غير في المقله، ساهله ماهله، ما تديش بزاف الوقت. قولوا هذاك اللي تقعدي ديري بالبوراك بالحبه وكاع، ديريها خبزه خطره واحده وديريها في المقله طيب. نروحو نشوفوا المقادير تاع الوصفه تاعنا، ما فيهاش بزاف مقادير، سهله. انا كما راكم تشوفوا في المقله درت شويه تاع الزيت، وندير حبه تاع بصل تكون كبيره في الحجم ولا زوج حبات تاع بصل متوسطين. المهم نقطعوهم هكا قطع صغيره، نقطعوهم دي بتي مورسو، ونزيد لهم شويه تاع الملح ونخليهم حتى اللي يدبالوا. بعد ما طاب لي هذاك البصل كما راكم تشوفوا، بعد ما قليته غايه ودبل، هنايا نزيد له كميه تاع كفته. هنايا انا استعملت الكفته تاع الدجاج، كفته بيضاء. ولا كان عندكم الكفته الحمراء من الاحسن تجي بنينه اكثر. هنايا نزيد لها التوابل اللي هما سكينجبير الحرور والكيري تاع الدجاج. هنايا ما بغيتش نكثر لها بزاف توابل، وشويه تاع المعدنوس. كما قلت لكم ما بغيتش نكثر لها بزاف توابل باسكو هذه غادي تكون فطيره، ما غاديش نمشي حاجه تاع مرقه ولا اللي نتبلوها بزاف. هنايا نخلط كاع هذيك الكفته مع هذوك التوابل كيما هكا وهذاك البصل وكاع، ونديرهم يتقلاو ونخلي هذيك الكفته تاعي تتقلى غايه. وهنا بعد ما طابت لي كما راكم تشوفوا، نوخرها على جهه ونجيب المقله اللي غادي نطيب فيها هذيك الفطيره تاع الديول. انا هنايا استعملت هذه المقله باسكو هذه اللي جاتني شويه كبيره والاخرين صغار. هنايا درت هذا الكريبيير كيما هكا، وهنا كنت ذوبت شويه تاع الدهن. هنايا نجيب بانسو وندهن كاع المقله غايه، وندير الورقه الاولى تاع الديول. هنايا الورقه الاولى تاع الديول كما كنت تشوفوا. هنايا نسي كي نقولوا نحطها غايه في هذيك المقله باش تدي لي هذيك لافون تاع المقله. هنايا بعد ما حطيت هذيك الورقه الاولى، هنايا ندهنها بشويه تاع الزبده، ونزيد الورقه الزوجه. هنايا نبقى كيما هكا ندير كل ما ندير ورقه ندهن بالزبده. هاد الثاني نعاود ندهنها بهذه الطريقه، ونزيد نحط الورقه الثالثه. هنايا من تحت ندير 4 تاع الوراقي، ومن الفوق ندير 3 تاع وراقي. هنا نزيد ثاني ندهنها نفس الطريقه كما قلت لكم. وهنايا نزيد الورقه التاليه، وتوجور نقعدوا نضغطوا على الجوانب كما قلت لكم باش تشد لنا هذيك لافا. هنايا الورقه التاليه ما ندهنهاش بس غادي ندير فوقها لافا. هنايا نفرغ هذيك الكفته تاعي فوق هذاك الديول. وهنايا نسقم هذيك الكفته غايه باش كاع كي نقولوا هذيك الكفته تتوزع كاع على هذاك الديول. هنايا بعد ما درت هذيك الكفته نوخرها على جهه، وهنايا نجيب زوج حبات تاع البيض كما راكم تشوفوا، نزيد لهم شويه تاع الملح، شويه تاع الحرور. الا كان عندكم كريم ليكيد ديروا شويه كريم ليكيد، قيس واحد ربع كاس هكا، ولا ما كانش عندكم ديروا ربع كاس حليب. انا نخلط هذاك البيض وهذوك هذاك الحليب كاع غايه كما راكم تشوفوا. وهنايا نفرغه على هذيك الكفته تاعي بهذه الطريقه، نوزعه كاع على هذيك الكفته. وهنايا زدت لها غير حبه تاع بورسيون باسكو علاه كنت غادي ندير الفرomاج رابي، الوغ درت لها غير شويه تاع فرomاج بورسيون كيما هكا، قطعتها قطع صغيره ودرتها على هذيك الكفته. هنايا تستعملوا اي جبن يكون عندكم. المهم ما كانش عندكم جبن مبشور تقدوا غير هذا الجبن الطري ديروه كيما هكا. هنايا بعد ما درت الفرماج كيما هكا فرomاج رابي، هنايا نبلع عليها بالورقه الاولى كيما هكا، وتوجور قلت لكم نضغطوا على الجوانب. هنايا ندهنها بشويه تاع الدهن توجور كيما درنا في الاول، ونزيد الورقه الزوجه، ونزيد ندهنها تاني بدهن، وندير الورقه التاليه.
والورقه التاليه ندهنوها الوجه تاعها بهذه الطريقه، ومام هذوك الجوانب نسيو ندهنوهم باش ما يجوناش ناشفين كي نطيبوهم. هنايا هذوك الجوانب ما نخلوهمش كيما هكا، هنايا بكيردون كيما راكم تشوفوا نسي نبلع هذوك الجوانب كيما هكا ونبلعهم بالكيردون. الطريقه راهي موضحه وسهله. هنايا نديرهم يطيبوا على نار تكون متوسطه باش ما ينحرقناش هذاك الديول تاعنا، نديرهم يطيبوا ابسي فو ونخليهم حتى اللي يتحمروا. هنايا غادي نقلبها معكم وتشوفوا. هنايا هذوك لي كوردون هنايا كي تبغوا تقلبوا كي نقولوا ضغطوا عليهم زيروا عليهم غايه باش يدخلوا، ما تخافوش غادي من بعد نقلعوهم باش يدخلوا باش نقدو نحمروها من الجهه الاخرى. هنايا بعد ما حمرتها كيما هكا ودات لي هذاك اللون الذهبي الشباب وكنت قلعت لها هذوك لي كوردون، هنايا نحطها هكا في طبسي. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي شابه وخطره واحده ساهله، ديريها خبزه وقسمي هي. هنايا انا رافقتها مع لاصوب تاع العدس كما راكم تشوفوا، زينتها شويه بالجبن والبنبشور. وهنايا غادي نقسمها معكم بهذه الطريقه. شوفوا تجي بنينه ما شاء الله. ان شاء الله حبيباتي تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش بالجيم والكومونتير شباب كيما نتوما. واللي ما همش مشتركين في القناه نقول لهم اشتركوا في القناه، كي نقولوا فضلا وليس امرا. المهم حبيباتي نتلاقوا في وصفات اخرى ان شاء الله.